اقسم لكم يمينا انا كنحلف وكنعاود باش حتى نتوما اللي كتفرجوا فيا تعرفوني راه فريمون ما كنكذبش. ونعاود لكم كيفاش بنات بلادي بغاو يدخلوني الحبس وانا في الغربه بلد تايلاند وما رحمونيش. غنمشي غنرتاح غنفول غنتعرف على ناس غنشوف غنكتشف غنعيش مغامرات غندير. المهم انا هذه هي الفكره اللي كانت عندي صافي. يعني بحال بينوا لي بلي انا غتسد عليا الحدود وانا ما محقاش دابا نمشي للمغرب لا والو، وانا صافي راني غادي نبقى عندهم وباللي هما مكالمين البوليس. المهم بقيت كنرغبهم كنبوس لهم يديهم تباسوا، رجليهم كنت نحني عليهم. واحد اللي مكلف بالرحله حنيت ليه على رجليه. تخيلي الانسان تقبل على راسو انه يدخل الحبس غير يدوزو في المغرب اقل حاجه واقل ضرر. كنرغبها ماشي زعما كنعاود لكم هاد الهضره حيت بصح كنرغبها وكنبوس اليدين كنبوسهم وكنبوس الراس وبس كلشي بسو كنرغب ونزاوق وكنترعد كل الجسد ديالي كله كيترعد داك اللحظه. الاخرى عاوتاني كنمشيو نرغبها كنقول لها الا كانت شي غرام خلصوا عليا عافاكم نمشيو نخدم فيها ونعطيها لكم وندير هكا. تخيلوا الهضره ديالي هكا اللي كنت كنقولوا دابا راني كنقول لكم. منين سمعت انا هذا الشيء هو داخل تخيل داخل على الباب وكيقول ورا قلتها لكم واكفس حبس هو الحبس ديال تايلاند. تما فين حنيت ليه على رجليه بقيت نرغب ونبوس اليد ونبوس الراس وبس اي حاجه. بقيت كنقول من بعد واحد السنين غنشوف عاوتاني كيفاش تبدل. تخيل بعقلي هكا كنفكر كنقول دابا نشوف ولدي كيفاش داير ونقدر نخرج من بعد السنين. تخيلي راه الحماق انا تيقتهم 100% كنقول نشوف ياسر دابا كيفاش داير من بعد السنين نشوف واش تبدل ولا لا.